لا يزال الحديث عالقا بشأن انتقال البرازيلي أنديرسون تاليسكا نجم فريق كرة القدم بنادي النصر. وبدأ موسم الانتقالات الشتوية داخل المملكة العربية السعودية في الأول من يناير الجاري، ويستمر حتى نهاية الشهر ذاته وسط توقعات بميركاتو ناري. وذكرت تقارير صحفية تركية بأن ممثلي نادي فينربخشة التركي يجتمعون مع تاليسكا في الرياض، حيث هناك أحاديث عن أن تكون الصفقة بقيمة 18 مليون دولار، ولا زالت المحادثات مستمرة. وأفاد الإعلامي متعب بن عبد الله بأنه رغم اجتماع تاليسكا مع ممثلي النادي التركي، إلا أن فريق محلي دون الكشف عن اسمه يرغب بشكل قوي أن يتعاقد مع البرازيلي أنديرسون تاليسكا وسط ترقب شديد لما سيحدث خلال الأيام المقبلة. ويذكر أن اللاعب البرازيلي يعد من العناصر الأساسية في صفوف النصر، وقد شارك في العديد من المباريات الهامة خلال الموسم الحالي. وتظل المفاوضات قائمة مع الأندية المعنية في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة بشأن مستقبل تاليسكا مع النصر خلال الميركاتو الشتوي الحالي.